هو كلنا لازم نقابل مدير صعب في حياتنا. لو انت كل يوم بتروحي الشغل ومقبوضة وحاسة ان مديرك هينتقدك او هيرفض فكرة حلوة انت بتقدميها، او على الاقل ممكن يعمل حاجة تقلب كل يومك لأسوأ يوم، فالفيديو ده ليكي. انا مش جاية اقولك استقيلي ومش جاية اقولك لا اقعدي واستحملي وخلاص، لكن جاية اشارك معاكي 5 حاجات اتعلمتها على مدار 20 سنة شغل في بيئات مختلفة في شركات مالتي ناشونالز، لحد ما وصلت لمديرة قائدة لفريق في أكبر مؤسسة مالية في العالم. في الآخر هقولك إذا كانت المشكلة فعلا في مديرك ولا في بيئة العمل اللي حواليك. أهلا بيكي في بيوتي باي إن. أنا نورة، وهنا بتكلم على كل حاجة بتهم الست العربية، من أول الجمال للاهتمام بالنفس، لكن كمان الحياة المهنية. والنهاردة هشارك معاكي حاجات يمكن لو كنت عرفتها في بداية مشواري المهني كانت وفرت عليا كتير قوي من التوتر. أول غلطة بنقع فيها خصوصا لما بنكون لسه جداد في الأشغال بيبقى إنه بناخد كل حاجة بشكل شخصي. يعني لو المدير عدى عليكي وما صبحش مثلا يبقى أكيد متضايق منك، أو لو انتي بعتيله طلب وتأخر شوية في الرد يبقى هو بيتجاهلك، او لو في يوم رحتي له وسالتيه على حاجه وجاوبك بطريقه سريعه كده يبقى هو مش طايقك. الكلام ده مش حقيقي. في العاده المدير بيبقى عنده حاجات كتير جدا بيشتغل عليها، وهو كمان في النهايه شخص زيك زيه بالظبط، فممكن يكون عنده ظروف خارج بيئه العمل اصلا مضايقاه او قافله اليوم بالنسبه له، فده مش معناه انه اي رد فعل هيديهولك هيبقى بسببك انت. وانا مش بقصد هنا ان احنا نبرر اي اساءة او نتهاون مثلا في حد بيتعامل معانا بشكل غير محترف او غير بروفيشنال، لكن اللي بقصده ان احنا ما نحاولش نملى الفراغات بمخاوفنا ونمشي اكتر على الترندز. يعني هل ده بيحصل كل يوم؟ هل انت كل ما بتسأليه سؤال بيرد عليكي اجابة مقتضبة قصيرة؟ هل مثلا كل ما بتحاولي تكلميه في حاجة بيحاول ان هو يقفل معاكي المواضيع؟ او هل مثلا كل ما تطلبي منه حاجه بيحاول ان هو يقفلها في وشك ويقولك لا مش هينفع؟ مشكله شخصنه الامور ان انت بتاخدي فعل واحد حصل وبتبني قضيه كامله على افتراض واحد انه الشخص اللي قدامك غير متقبلك، وده بدوره بيخليكي انت كمان لا شعوريا تتعاملي معاه بشيء من الحساسيه، وده طبعا بيوصل له وممكن بالتالي ان هو يخلق مشكله وما كانش فيه اصلا مشكله في الاساس. النقطة التانية اللي عاوزة أكلمك عليها هو إن أنت لازم تتعلمي تفصلي بين النقد وبين قيمتك. في فرق كبير بين إن مديرك يقولك التقرير دوت محتاج إن هو يتعدل، وبين إن هو يقولك أنت فاشلة ما بتعرفيش تعمليه، أو أنت الشغل اللي أنت مقدماه دوت عملتي فيه غلطات كتير. طبعا مش كل المديرين أسلوبهم محترف، ومش كل المديرين أسلوبهم لطيف، وفي ناس كتير فعلا بتوجه لوم للشخص بدل ما تحاول ان هي تديله فيدباك يبنيه. ولكن اللي عاوزه اقوله لك انه حتى لو انت مديرك من النوعيه دي فحاولي دايما ترجعي الكلام الى الشغل. انت بتتكلم على التقرير دوت، طيب ايه المطلوب تعديله في التقرير دوت؟ او انت شايف ان ممكن التقرير دوت يبقى ازاي احسن؟ وبلاش تاخدي منه الفيدباك على قيمتك انت، لانه قيمتك انت انت بتعملي ايه في الشغل وانت ايه اضافتك للشغل، دي لازم تكون حاجة انت نفسك عارفاها من غير ما تستني فاليديشن من اي حد. ودي نقطة خطيرة جدا بتأثر على ثقتك في نفسك، وبالتالي كمان بتبعت رسائل غير لفظية لكل الناس اللي حواليك. فاهتمي كتير بلغتك مع نفسك وبان انت ما تستنيش اي فاليديشن من اي حد. النقطة الثالثة، ودي في رأيي ملهاش علاقة إذا كان المدير صعب ولا سهل، لكن دي عادة حاولي تكتسبيها دايما في شغلك، وهو إن أنت تتعاملي مع الحقائق وتخلي اللي حواليكي بالتالي يتعاملوا مع الحقائق. بمعنى إيه؟ دخلتي اجتماع، بعد الاجتماع لخصي اللي حصل في ايميل وابعتيه للشخص المختص، سواء دوت كان مديرك او كان زميل ليكي، واتفقتوا بعض الاتفاقات ازاي هتقسموا الشغل بينكم. اعملي كده هوت. دايما احتفظي على جنب بجدول خاص او لستة خاصة بالمواعيد والديدلاينز والتايم فريم بتاع اي بروجكت انت بتشتغلي عليه. ودايما خلي الناس اللي بتشتغل معاكي سواء في الفريق لو انت المديرة او لو انت موظفة يبقى زمايلك، خليهم دايما مطلعين على التايم لاين وخلي كل شيء مكتوب. مش قصدي طبعا ان احنا نكون
بنخاطب الناس كتابيا عشان نكون بندبسهم في حاجه ولا اي حاجه، ودي نقطه في بعض الناس هتحاول تتهمك بيها لو بداتي تشتغلي بشكل بروفيشنال. ولكن قصدي انه بلطف وبنيه انه كل شيء يبقى واضح للكل، وان كل حد يكون موجود يعني together on the same page، وان مفيش اي غموض يبتدي يتخلل المشهد. دايما خلي الامور مكتوبه. ولو انت عندك شك في حاجه اتقالت في الاجتماع، ما تتردديش ابدا ان انت تبعتي سؤال مكتوب للمدير او للشخص اللي كان بيقود الاجتماع، وتقولي له معلش انا كنت عايزه استفسر عن النقطه الفلانيه دي هتبقى ازاي، او ايه التايم فريم بتاعها، او تساليه السؤال اللي انت عاوزه تعرفيه بشكل مباشر وتاخدي منه اجابه. الطريقه دي بتقلل عليكي كتير التفسيرات والقيل والقال والمواقف بتاعت he said she said. دي نقطه مهمه قوي، وبتديكي ليفرج عاليه جدا في الشغل، لانه كله بيبقى عارف انه كلمتك واحده، والاتفاق اللي انت عملتيه هو دوت اللي انت هتمشي فيه، وهو ده اللي انت هتكمليه. والناس ما بتلعبش معاكي ابدا لعبه انه انت قلتي كذا او احنا قلنا كذا. خلاص هم عارفين ان انت مركزه جدا ومنظمه جدا، وكل حاجه عندك بالتواريخ. في حاجه على جنب كده عايزه اتكلم عليها طالما اتكلمت على التوثيق. ما تنسيش كمان من ضمن الحاجات اللي توثقيها انجازاتك انت على مدار السنه. كتير قوي من الموظفين بتوعي يجوا على اخر السنه وقت التقييم السنوي، ونبتدي نتكلم انتوا عملتوا ايه السنه دي، وبيبقوا فاكرين انه المدير هو اللي بيتابع الموظف بتاعه عمل ايه. الحقيقه ده مش دور المدير، ده دور الموظف نفسه، ان هو يجي في مقابله اخر السنه يقول انا عملت 1 2 3، شهر 1 عملت كذا، شهر 2 عملت كذا، وهكذا لحد ما يقدم انجازاته في ال 12 شهر. مش لازم يكون انجاز جديد كل شهر، ولكن لازم يشعر المدير بانه هو واعي جدا لانجازاته في الشغل ولقيمته المضافه اللي بيزودها في الشغل. النقطه الرابعه، ودي برضو للاسف ناس كتير قوي بتقع فيها، وهي انه اختاري معاركك. مش كل موقف يستاهل رد، ومش كل مرة لازم تثبتي ان انتي اللي صح حتى لو انتي فعلا اللي صح. قبل ما تختلفي لازم تسألي نفسك 3 أسئلة. السؤال الأولاني، هل إضافتك دي فعلا هتفيد؟ السؤال الثاني، هل إضافتك لو انتي قلتي رأيك في الموضوع ده ورأيك كمخالف، هل ده هيزود التعقيد بتاع الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه؟ والسؤال الثالث، وده في منتهى الأهمية، هو ان هل ده الوقت المناسب، وهل الاودينس اللي موجوده هي الاودينس المناسبه ولا لا؟ هل رايك دوت محتاج ان انت تقوليه في اجتماع موجود فيه كل الاداره، ولا اجتماع بس وان اون وان بتاعك انت ومديرك توضحي فيه وجهه نظرك؟ القوه الحقيقيه والليفرج الحقيقي، ودايما الموظف الناجح هو اللي بيعرف امتى يتكلم ويقول ايه لمين، انهي مستوى اداري، وامتى كمان يتكلم، وهل اصلا هو محتاج ان هو يتكلم في الموضوع دوت ولا لا. النقطة الخامسة والأخيرة، وفي رأيي دي أهم نقطة في الفيديو كله، هو إنك تعرفي إمتى تمشي وإمتى تفضلي في المكان. لازم يبقى عندك إجابة عن سؤال، هل المشكلة في مديري المباشر في شخصيته، ولا المشكلة في بيئة العمل نفسها، في الاستراكشر نفسه، في الثقافة بتاعة المنظمة أو الشركة اللي أنا بشتغل فيها؟ ده سؤال لازم يبقى عندك إجابة عنه قبل ما تاخدي قرار إن أنت تنتقلي من مكان لمكان، أو من إدارة لإدارة، أو من وظيفة لوظيفة بره الشركة تماما. ولو المشكلة في بيئة العمل فعلا، وأنت بدأت توصلي لمرحلة بيرن أوت أو الاحتراق الوظيفي بيسموه، فعليك إن أنت برضو تسألي نفسك سؤالين. أول سؤال، هل أنا فعلا عملت كل حاجة أقدر أعملها والوضع ما تغيرش؟ والسؤال الثاني انه هل انت بدأتي محادثة، طبعا بطريقة ذكية، مع اطراف مؤثرة في الادارة بتاعتك، واديتيهم فرصة ان هم يغيروا حاجات وبرضه مفيش حاجة اتغيرت؟ لو الاجابة على السؤالين دولت ايوه، يبقى يمكن ده وقت ان انت تغيري مكانك. وطبعا علامات من الاحتراق الوظيفي، والاحتراق الوظيفي ان شاء الله نعمل عليه فيديو مختلف، يعني من اوله من A to Z هنتكلم عنه. ولكن
في علامات طبعا الاحتراق الوظيفي، ان انت مش عارفه تنامي، ان انت بيجيك صداع، ان يبتدي يجيلك اعراض على جسمك، في الم غير مفهوم، ان انت متوتره طول الوقت، ان انت مالكيش نفس تشتغلي مع ان انت في الاول كنت بتحبي جدا الشغل، او انك بتشعري بقله تقدير من اطراف مختلفه، او بتهميش، او حتى انه في مشاكل بتولد نفسها، يعني السيستم حواليكي مش مظبوط، فانت بالتالي مش قادره ان انت تتعايشي مع الوضع القائم. نفسي تطلعي من الفيديو دوت بفكره واحده، ان لو مديرك صعب ده مش معناه ان انت موظفه سيئه. معظم الوقت الطريقه اللي الناس بتعاملنا بيها بتقول اكتر عنهم هم اكتر ما بتقول عننا احنا. الست اللي واثقه في نفسها، اللي واثقه في القيمه المضافه بتاعتها، واللي بتهتم بتنميه نفسها، دايما فرصها موجوده، والنجاح دايما مرتبط بالشخص اكتر ما يكون مرتبط بالظروف او بالمكان. قوليلي في التعليقات ايه اصعب موقف حصل لك مع مديرك وازاي اتعاملتي معاه، طبعا من غير اسماء، خلونا كلنا نستفيد من بعض. ولو عجبك الفيديو لايك وشير، ويا ريت تعملي اشتراك في القناه، لانه السلسله ديت هنسميها من جوه الشغل، ويبقى فيها مواضيع كتير قوي بتهم كل ست عاوزه تتقدم في الكارير بتاعها من واقع الخبره، ومش مجرد افكار من كتب وحاجات غير قابله للتطبيق، لكن بكلمكم على حاجات انا عشتها وشفتها بعيني في خلال 20 سنه.